عظيم جدا انك تلاقي شخص في الدنيا ديت كل همه انه يشوفك سعيد بدون اي مقابل، بيفهمك قبل ما بتتكلم، بيعرف طلباتك من غير ما لسانك ينطقها، تصرفاته بتسبقك دايما للافعال اللي هي بتبسطك، او بالمعنى المختصر شخص بيجبر بخاطرك. والحقيقة ان الجبران بالخاطر بيختلف تعريفه من شخص للتاني. يعني في شخص مثلا ممكن يشوف جبران خاطره ليك في ان هو يجاملك على طول الخط، وشخص تاني بيشوف جبران الخاطر ليك ان هو يقول لك كلمة حلوة كل ما يشوفك، وشخص تالت بيشوفه في انه يعمل الحاجة اللي تخليك مبسوط مهما الحاجة دي اتكلفت ومهما كانت صعبة. المهم انك تكون في افضل حالاتك، لكن وبصرف النظر عن تعريف كل واحد للكلمة، الا اننا ممكن نتفق ان جبر الخاطر هو انك تكون سبب في سعادة غالي. فالفنان الجميل علاء ولي الدين كان بيحكي زمان في لقاء مع محمود سعد ان جت عليه فترة بعد نجاح فيلم عبود على الحدود، ولما اتشهر كان عايز يخس، فاتفق مع مركز طب للتخسيس علشان يمشي على نظام غذائي معاهم. ومن ضمن المميزات اللي المركز دوت كان بيوفرها للعملاء بتوعه ان هو كان بيبعت 3 وجبات كل يوم لحد باب البيت، وجبات صحيه بكميات قليله، قوامها الاساسي الخضار السوتيه اللي كان مطبوخ بالبخار والسلطه وثمره فاكهه واحده. فعلاء بيقول ان هو مشي على نظام كويس جدا بس ما كانش حاسس باي تغيير، كان منتظر النتيجه بسرعه بس ما حصلش، وبدا يخش في دور اكتئاب. فبيقول ان والدته عملت فيه حته مقلب اكتشفه متاخر بعديها، حبت تخفف عنه وتهون عليه، فكانت تيجي من وراه كده بدون ما هو يعرف، هي اللي بتستلم الوجبات كل يوم، وقبل ما تديها له كانت تفتح العلبة من دول في السكرتة وتحط في وسط الأكل حتة لحمة كبيرة ومعاهم صباعين كفتة ونص فرخة مع كام حتة ممبار كده. ولما علاء يفتح العلبة ويلاقي الكلام ده كان بيستغرب ويسألها ايه اللي هم باعتينه ده بالذمة، ده أكل رجيم؟ تقول انا ايش عرفني، هي جاية كده. فينبسط علاء وينشكح وياكل بشهية مفتوحة وطبعا ما يخسش. وبعدها بفترة بقت تقول له ايه ده، الله انت خسيت. وبيقول بقت النتيجة ان بسبب كلامها بقيت بفرح اكتر فباكل اكتر فبتخن اكتر. وبعد ما علاء خلص حكاية الموقف وهو ومحمود سعد وجعوا من كتر الضحك، محمود بيسأله بس هي عملت كده ليه؟ فعلاء ابتسم ورد كانت بتجبر بخاطري يا عم. ويمكن هي التفصيلة بتاعت جبر الخواطر ديت برضو اللي خلت الكابتن صالح سليم رئيس ونجم النادي الاهلي السابق يعمل التصرف دوت مع حفيدته نور اثناء وجودهم في لندن لاول مرة لوحدهم. فكابتن صالح وعد حفيدته ان هو يعزمها على سينما، وبعدها يطلع يخرجوا كده ياكلوا همبرجر من مكان مشهور هناك. لكن وهم في الطريق وبما انه ما يعدوا في سكتهم على الطبيب الخاص بالكابتن صالح، فكانت فرصة يعدي على الدكتور علشان يسأله على نتيجة التحاليل اللي عملها في نفس اليوم الصبح. وبالفعل نزل الكابتن من العربية وقال لحفيدته ان هو مش هيتأخر ويا دوب هيجيب النتيجة وينزل علشان يكمل البرنامج بتاع سهرته. وكانت المفاجأة لما عرف الكابتن من الدكتور انه مصاب بالسرطان وفي مرحلة متأخرة، وان خطوات وبروتوكول العلاج لازم يبدأ فورا وبدون اي تأخير. فصالح سليم قام وقرر يأجل اي خطوة مع الدكتور لبكرة، والسبب رغبته في تنفيذ وعده لحفيدته سواء كان بالمروح للسينما او اكلة الهمبرجر. يا كابتن انت في ايه ولا في ايه؟ وبعدين ايه الثبات الانفعالي ده كله؟ تسمع خبر تأخر حالتك الصحية وتفضل عليها خروجه واكله؟ لكن لو دققت هتكتشف ان الامر ما كانش اكتر من جبران خاطر، جبران خاطر لنور البنت الصغير اللي كانت طايرة من السعادة على وجودها مع جدها لوحدهم لأول مرة في سفرية برا مصر. فجبر الخاطر مش محتاج فلوس ولا مجهود، محتاج قلب صاحي بيحس ونية حلوة بتفكر في الخير لغيرها. الكلمة الطيبة ممكن تكون دواء، والابتسامة ممكن تشيل وجع، والموقف الصغير ساعات بيغير يوم بحاله. فربك عمره ما بيكسر باللي بيجبر بخاطر غيره، وهتلاقيه دايما بيحن على خلقه. فخليك انت الشخص اللي بتجبر بخاطر غيرك. انا كده خلصت الفيديو. لو انت محتاج ان حد يتواصل معاك ويدردش معاك هتلاقيني سايب لك في وصف الفيديو اللي انت بتسمعه كل لينكات التواصل بتاعتنا. ما تترددش في اي وقت من الاوقات انك تدخل وتكلمني، هتلاقيني برد عليك على طول. كمان ما تنساش انك تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو اللي انت بتسمعه، وحاول كمان انك تعمل شير للفيديو، ممكن يوصل لحد يحس ان هو محتاج يجبر بخاطر حد غيره. وزي ما قلت لك لو محتاج حاجة هتلاقيني سايب لك في وصف الفيديو كل وسائل التواصل بتاعتنا. ما تترددش في اي لحظة انك تكلمني. سلام.